ابسط واضمن واجمل طريقه تخزني بيها ورق العنب هي الطريقه اللي احنا هننفذها في الفيديو ده. بعد تجارب كتير جربنا كذا طريقه، بس الورق العنب كان بيجلد وبيخرم وبيتهري منك. تعالي نشوف الطريقه الصحيحه والمظبوطه لتفريز ورق العنب، وشويه نصايح كده علشان تشتري بيهم الورق العنب المظبوط. يلا بينا، بس قبل ما نبدا لايك وشير وسبسكرايب. تابعوني. معايا هنا كمية ورق العنب اللي احنا هنفرزها طبعا. هجيب الكمية كلها وبعدين احطها في طبق كبير، وبعدين اغسله بمية كتير جدا واصفيه. اجيب بقى بعد ما غسلته كذا مرة احطه كده في مصفى واسيبه وقت طويل كده يصفي المية منه تماما. والورق العنب معاكي الورقة لما تطبقيها بايدك كده ما تتكسرش منك او ترجع زي ما هي طرية كده، بيبقى هو ده الورق العنب المناسب. الوقت الحالي ده هو انسب وقت تخزني فيه ورق العنب، لانه بعد كده بينشف وبيخشن كده ومش مش بيبقى حلو لما بتيجي تفرزيه. بعد ما صفينا المية منه تماما جبت كده فوطة قطن وحطيتها كده على الكونتر، وبعدين فردت عليها ورق العنب واسيبه بقى كده براحته لما يتصفى منه المية وينشف واحدة واحدة. تمام زي ما انت شايفة بالطريقة دي. هتبدأي ان انتي تجففي فيه شوية بشوية وتسيبيه بقى على مدى اليوم معاكي، علشان نضمن ان هو ما يبقاش فيه ولا حباية من المية. في الناس طبعا بتفرزه من غير ما تغسله، كل واحد له طريقة، بس علشان تضمني ان هو ما يبقاش فيه بقى رمل وتراب وشوائب وكده. وابدا ان انا بعد ما ينشف اشيل العروق منه بالشكل ده علشان يبقى جاهز كده علشان لما اجي افرزه. بعد ما نشف معايا بالشكل ده ابدا اجيب البلاستيك راب وابدا ان انا افرده بالشكل ده، واجيب بقى شويه كده من ورق العنب وارصهم، وبعدين الف البلاستيك راب عليهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين اجيب كميه كمان بس مش كتير قوي يعني، وبعدين افردها تاني وابدا الف اكور بالشكل ده، وبعدين هجيب كمان لفه تانية وافضل اعمل بالشكل ده بالتدريج لحد ما اعمل الكوره او اللفه اللي انتوا شايفينها بالشكل قدامكم ده، وتفضل بالحجم ده معايا. عايزه تعملي اكبر من كده اعملي، عايزه تعملي بنفس تدويره الاسطوانه كده اعملي. دي يا جماعه طريقه طريقه كويسه جدا علشان ما تاخدش معاكي حيز في الفريزر. دي بقى طريقه تفريز ورق العنب من قبل مش لازم تسلقيه، علشان جربنا ان احنا نفرزه بعد ما نسلقه. حقيقة ان هو طلع بعد المدة لما جيتي تستخدميه بعد كده بقى الورق مخرم معايا وبقى بيتهري وبقى مش كويس ابدا في الاكل. انما كده يا دوب بتفرزيه بيقعد معاكي طول السنة من غير ما يجراله اي حاجة، وبتطلعي الورق من الفريزر بتفكيه وبعد كده بتحطيه في المية، يا دوب مية مغلية وبس، وتغليه وتطلعيه يا دوبك على الحشي وبس. الطريقة دي بتفضل معاكي طول السنة مش بيجراله اي حاجة. اهي بالشكل ده شايفين حجم الاسطوانة حجم الاسطوانة بالحجم ده. انت بقى لو حابة تعملي تكتري الكمية اكتر عشان تخلي حجم الاسطوانة اضخم وكده براحتك. وادي الطريقة اللي انا بفرز بيه، وبعدين بقى ممكن تحطيه في اكياس تلاجة عادي جدا، او ممكن تحطيه في علب او ترميه في الفريزر بالشكل ده. تابعوني